رب ارحمني فإني خاطي. رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزان أعزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عمل يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها. فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي. فقد زنى بها. تفوق الليالي. تفوق الليالي. كبرت يا جرجس، يلا خلص جامعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. اسود. ايه مالها في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعة بتتقن والتخينة بترفع والحلوة بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبة هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حولة شوية. العجيبة يا أخي أنت عليك حاجات. أنت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الأيام وبالعشرة العينين هتطبق على بعض. دي هبلة يا بابا. أنت ما شفتش أمك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها طويلة. وأنت هتحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ أنت ما شفتش مناخير أمك يوم ما اتجوزتها؟ زلومة فيل. بس مع الأيام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ صباح الخير. السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. يلا يا اختشي يا عبد الهادي تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار دي 5 جوازة يا عبد الهادي. الله، مش أحسن ما أمشي في الطريق البطال؟ والعروسة بقى عندها كام سنة إن شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان إيه؟ عشان العزا بتاعك. ما هو بالطريقة دي الخارجة بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمة يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ أخوك أسامة فين؟ والله ما أعرف يا محسن بيه. إحنا عارفين إن أنت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوة بحاجة. بس أديني بقول لك أهو، لو أخوك كلمك أو اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى إن دي آخر فرصة هنديها له. حاضر يا باشا حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجة. ويؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب،
مؤتمرات ايه بس يا لؤى؟ مؤتمرات ايه؟ احنا لو قعدنا 100 سنه في البلد دي مش هناخد حقنا. ما هو لا عارفين نبني كنيسه ولا حتى نصلح ضوءة ميه في كنيسه من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنه. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدوله؟ طب قول لي، في كام وزير مسيحي في الحكومه؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ ده احنا اللي مضطهدين. ده احنا كل ما نبني جامع يبنوا قدامه كنيسه، وتلات ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانه ما بيشتغلوهاش. على رأيك مديرين بنوك ورؤساء مجالس إدارات شركات الاستثمارية الكبيرة كلهم مسيحيين. اي والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ أيوة صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ولقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة متحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمرا طيبا نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة. إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ايه اللي انت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ أنا قلت اللي أنا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خايف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، احنا في حماية ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا بابا. يلا بينا. يلا. بقال الله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة
وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. انت تقصد ايه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة، وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وأعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، إنما ما أحبش يكون ليا أي انتباه للجماعات الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود. هي دي برضه فيها أحب وما أحبش؟ وبعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساسا عشان أبقى أميرها، ولا ياما نصحت أخويا الله يرحمه، إنما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. مالها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا يعوض عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجة وحشة في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فاطمة. يا فندم احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود. نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي. ده لو عيل ضرب بومبه في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني. باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجه. ربنا حمينا يا ويليام. متشكر اخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهو نخلص من جانيت بنت ويليام شحات. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، قوم احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك؟ مين؟ افتح يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق، وهو المشاكل هناك سنه وشيعه واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفة ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف زمانهم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبي لنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. باسم الصليب. مين سعادتك سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي؟ حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي. واللي فندي هيسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده. انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. محدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس، دي فتره مؤقته. انت شخصيه معروفه واخفائك شيء صعب جدا.
يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه. ولو اتضايقت هناك احنا مش سايبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطرة. وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده. ازيك يا حاجة؟ اهلا يا شيخ حسن. ايه النور ده؟ امبارح عدى عليا الحاج عمران وقال لي يا بلاد الشيخ حسن حاجة يسكن عندك. قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر الحاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله. ابنك ده يا شيخ حسن؟ ابني جرجس. عماد بولس عماد حسن عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا. اتفضل. يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده. نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيكم وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيكم. يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب عن اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جوامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسم الصليب. لا ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده ما تخافوش، احنا في حماية ربنا. اسم الصليب. مين؟ افتح يا شيخ حسن. دستور يا ساتر. لا مؤاخذة يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة ام اسلام بتسلم على الحاجة ام عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. ايه ده كلام برضه يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على 7 جار. يلا بينا عشان نحيي العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ماله جرى له في ايه؟ لا ده عنده مروحة اصلا. مروحة؟ ايوه. طب لا لازم نرقيه. لا انا هعرف افواه انا وامه. طيب انا هروح اصلي العصر واجي اطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال. مع السلامة. قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم. انت هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا 5 مرات في اليوم غير التراويح. انت متأكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه؟ الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمح وعينيه بينط منها النور. اللي هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوة الا بالله. ابنه جات له المروحة. المروحة؟ ايوه سارة. قلت له خليك جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. أنا آسف يا مولانا، أنا آسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا. إنما الإخوة في المسجد لما عرفوا إنك أنت نازل عندي ومشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع إلا أنت يا مولانا.
عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجهلك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس. عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. والله هو جت له المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخده المسجد معانا نرقيه وهيخف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفل ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس. المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان ما خلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان ما خلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالق سنانه وضروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولا بد ولازما من استعمال السواك، لأن السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلاق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلاقه اللحيه حرام، رحت معلق يافطه عندي في المحل ممنوع حلاقه اللحيه. الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن، ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبها، اضربوهن. لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر، مش عارف، الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر، ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا شيخ. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركه منك. غلابه وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دول يا غلبانه يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادره، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معاها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رقاك يا مولانا ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قاعد. يلا مع السلامه. خش يا عناد. عناد مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم. ارحمني يا شيخ بلال. عناد يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه معمول له عمل،
كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. وده برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه 7. 7؟ امال بشوفها قرد ازاي؟ دخت ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفا على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. انت انا خلفه يا عم، ابعد البتاع دي عني. انا خلفه ايه؟ واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاع دي. واحد. انا يا عم ابعد البتاع دي عني. انا خلفه واحد. ما ينفعش الارجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد. طب بس انتوا طلع له دول. يا عم الحاج الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مرتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي في واد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد؟ اللي بعده يا شيخ عماد نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعمل لك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ الحزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس يا جريه ام عماد. الله، عماد انت بتلعب كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مسيبه، احنا كلنا جايين معاك. اللي بتعملوه ده مش كويس علشانكم. كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. انا عايز لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك اكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الاول تعرف احنا جايبينك هنا ليه؟ انا ما عملتش حاجه يا حضرة الظابط. اذا كنت فاكر ان اللي عملته في اسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. اسيوط ايه علاقتك بتنظيم القاعده؟ القاعده ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، انا راجل مؤمن بالمناقشه بالحوار، واسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوه. انما لو حسيت ان اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق واساليب تخليك تعترف بكل حاجه. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، ايه اللي حصل؟ انا كويس وطيب
واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك. البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشوا الا معاهم شيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هم كام عربية وكام محل اتكسروا. 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش جهل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. هات. ايوه. مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. انا اللي بعته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر أصبحت منطقة إرهاب دولية بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه. بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا ان انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضره الضابط. ايوه يا فندم. هل أعلنت أي جهة مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا. مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين. الظاهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا. تقدر تروح. يا حكومة قوم كل الظلم نهايته اليوم. 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 يا اخوانا من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر، الله اكبر. يا حكومه قوم كل الظلم نهايته اليوم. 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 احنا وجودنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا. انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديريه؟ دول هتفوا ضد الحكومه وعايزين نبقى امام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاته. هو مفيش غير ويليام شحاته اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاته؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي. ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجه من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجه، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كأنك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟
يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاته. صحيح، جانيت بنت وليم شحاته. اموره خالص. نعم، ده المني ارحم. طب تعالى ما تخافش، يلا. اموره جانيت. طب انت هربان من الناس عايزين يقتلوك، انا مالي؟ بس جانيت اموره. اهلا اهلا اهلا، شرفتم ونورتم. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريزا. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان جداد في العماره، وعم ويليام بيقول له يا حاج. اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهيه، واوعى حد من العماره يعرف حاجه، ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا جرجس، اتفضل. تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصة سعيدة يا أستاذ حسن. أنا مرقص عبد الشهيد، لو عوزت أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يحافظ عليك يا أستاذ مرقص. نورت العمارة يا أستاذ حسن. منورة بأهلها يا أستاذ مرقص. طب اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. ما يصحش، اتفضل. يلا يا حاج حسن. بس ما يصحش نسيب الراجل. انتوا هتقعدوا تتعازموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. لطيفة. صدقني يا جرجس، بابي الفرحة ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكرة يا جرجس، اداني شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا اقوم احلقها اهو. سمعت سريت تامر حسني الجديد؟ هسمع سريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا ما اعرفش، بس هو طلب مني يأجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنة ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. باين عليه راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس، ده من ساعة ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسة، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسة يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان. ده قطب من اقطاب الاسلام يا زينب، ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود. ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنة، ووقع بيته وجي يستنجد بيا هو ومراته وابنه. اسيبه ينام في الشارع؟ لا، انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني، تقوم تديها لحسن العطار، تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقة جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرجها عليه ويمشي. انا فين يا هاني؟ مريم. سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟
اصل انا شفتك مش لابسه صليب، قلت اجيبهولك يعني. ليه يا هاني؟ اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني؟ انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء النور. ايه ده يا بابا؟ هي الشقة اللي قصادنا سكنت؟ ايوه، الشيخ حسن العطار. ايه؟ حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسة. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه، ادخلوا. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا، كاهن كنيسه ماري جرجس، والاباء الكهنه من الكنيسه. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شويه. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقه، نورتوا الشقه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضل. الحقيقه الاستاذ ويليام قال ان حضرتك كنت في امريكا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئه رب المجد تطلع معانا رحله الكنيسه عاملاها. هنزور دير العذراء البراموس، ناخد بركه الانبا موسى الاسود، ونعدي على العذراء السوريان وماري جرجس الخطاطبه، ويا ريت كمان تصلي معانا البصخه. اصلا انا لسه راجع من السفر يا ابونا، ويعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره اتناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما اتناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف بايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بيهتم بدينك ولا بربك. ايوه اصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاه تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك واولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا أستاذ حسن، احنا جينا لك من غير لائحم ولا دستور. لائحم ودستور ليه؟ اتفضلوا. اتفضلوا. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاة والسلام موصى على 7 جار. متشاكر خالص. خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه؟ يعني انت راجل مسلم ساكن في عمارة كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك، احنا كلنا معاك، اهلك وناسك. بس انا ما اشتكيتش من حاجة، ويليام شحاتة ده راجل طيب ومعرفة قديمة. ما قلناش حاجة، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرا لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم.
امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين. آمين. لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله يا الله. وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا يا الله يا الله. Sagio sasanatos eparsino jennati eleison imas agios oseos agios esheos. ردا غير محسن على فاضح أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. ازيك يا حاج؟ اهلا اهلا استاذ مرقص، اتفضل اتفضل. انا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا شيخ حسن. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ مرقص، اهلا وسهلا. اتفضل 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 يا استاذ مرقص، اتفضل. خطوة عزيزة. يا شيخ حسن، انا من اول مرة شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه. ما تخافش، سرك كبير. انا عملت كده مضطر يا مرقص يا اخويا. انا حاسس باللي انت فيه. الدنيا مقلوبة عليك والامن هو اللي خلاك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرقص، صح. انت مسيحي طيب يا مرقص. شاي يا ام عماد. هو انت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهارده نص شعبان. نص شعبان. طبعا صايم، امال ايه؟ الشاي ده عشانك يا مرقص. كوبايتين؟ ما احنا عندنا كده، الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين، واحده زياده وواحده ساده. اتفضل اشرب. لا اصل لا، الشاي بيرفع لي الضغط، معلش. بلاش الشاي، عصير يا ام عماد. لا العصير بيرفع لي السكر. شويه ميه يا ام عماد. لا اصل معدتي وجعاني.
خليها لبعد المغرب، هبقى اجي افطر معاه. السلام عليكم. مع السلامه. مسيحي طيب مرقص. شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك كلم اللواء مختار يتصرف، ينقله جامعة القاهرة بدل ما السنة تضيع عليه. قنبله TNT شددت الانفجار. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مسألة خطيرة جدا. خطيرة ايه بس بدوقته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن باشا. قول له عايزين ننقل الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعة القاهرة. ادولي بس اكلمه اعمل معروف. مصر يكلمك يا باشا. ايوه. قول له الواد هيروح الجامعة ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر. ايوه لازم نشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الاحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وسقط وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجه. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين؟ يا سيدي خليه يحضر المحاضرات بأي صفه وانا حرتب كل حاجه. معلش انا بتقل عليك، ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى الساعه دي تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. اديهولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه حاضر، والله العظيم ما تقلقي، اطمني خالص. اهو الشمنول صحي يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص يا اخو موريس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. جاهز. مين معاه؟ مين ده؟ طمن يا حبيبي. يا عم طمن بقى، كله هيمشي زي الفل. يا مختار باشا، 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 مبروك يا باشا. الحمد لله القنبله انفجرت بنجاح وكلتنا زي الفل. مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقيين دماغه. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي تعالي. لا خليك مستريح. لا اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. الاباط اليومين دول ما يتبلش في بقهم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه، انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك. احمد ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك، عماد حسن العطار، زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسة يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي.
الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما اقدرش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحططه اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجه، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس دهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك على الاقل نبقى شركاء. اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص، السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف. ايوه، ده انا خدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن، اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين دهب كنت عايز اتصرف فيهم. بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا، خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. ما يصحش يا مرقص. طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب، اصل كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الدهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خصمت المصنعيه. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. تحبوا بعض من سنه اولى؟ تحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمده. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله على نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان، كمان اثنين وخميس، انت ما تقدرش على كل ده. صوموا تصحوا يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لوما الظروف اللي احنا فيها كنت اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل. الله، انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر، انا صايم يا مرقص. ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدن. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلوله، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجواهرجي كلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا جايب لك شريك تاني، جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن. المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى يا شيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص.
يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركة الرب تحل عليكم. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. إياك نعبد وإياك نستعين. واغفر لنا. يلا جنتك، يلا جنتك. وسع وسع هدومك والزيت يا ست، وسع. يا رزق استراحتك قشطه يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت تسيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان ومش شايف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع، ده انت طول النهار بتبلبط في العجين. الله الله، طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟ فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش بالذي مش عارفتك قبض زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟ صباح الخير. يا سي مرقص، سلامات يا سي مرقص. اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز، ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار ده. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي، بس انا قلت لك وخلاص. حرص منه يا مرقص. شيخ حسن يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه ومسيحي. شوف حصته اللي دفعها كام واديها له وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى؟ احنا بنشتغل في العيش واحنا فاتحين مخبز بيره. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشل، بس لاجل الامانه حرص منه. انا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجه كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. حاجه ايه؟ عم مرقص ده مش عارف اذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض، اسمه مرقص، هيبقى ايه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرا على العجين، اسمعه بيقرا قران. عم مرقص بيقرا قران؟ لا ده انت استطلت رسمي. عشان هو مضايقك شويه، عايز تطلعه مسلم؟ المصيبه التانيه الشيخ حسن ماله راخر طلع يهودي. داخل عليه مره لقيته بيرسم الصليب على العجين، اول ما شافني عمل نفسه بيمسح عرقه. لا ده انت حالتك صعبه قوي يا رزق، انت لازم تبطل برشام اللي انت بتبلبعه ده، ده انت ولا مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مرقص يا اخويا. اهلا يا جورج. اتفضل اتفضل. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج. ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله. عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ده احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عم مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اكليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اكليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت. انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. ايه يا جماعه في ايه؟
بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جايب اخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن. الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جينا لك من باب يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيون. ده هيقول لي جبنيوت برضه؟ انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج، سيب الموضوع ده عليا انا. مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا سي مرقص، متشكرين قوي. يلا يا هاني يا ابني، يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش. كنا هنناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عمل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطار. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم، انت اتكلمت. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضلوا عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني، ما تولعش الدنيا. ماشي، بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاكم القداس. خليك انت بتلدى، هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. وصلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاة الجامع وحشتني، وبالذات صلاة الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس، ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزم بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه، في انهي جامع؟ ما اعرفش، اصل انا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. اتفضل. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل يا هورس اتفضل. لا والله اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا حسن. اتفضل، ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. اتفضل اتفضل يا مرشد. اتفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان. قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام، سلام الرب معكم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك ايه يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرقص. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع يا مرقص، عندكم في الانجيل آية بتقول: إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص. جميلتي فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 ل6. انا اتفقت مع احمد ونانسي خلاص. طيب انا هخلص محاضرة واجيلك. ماشي، باي. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد حسن العطار؟ ايوه. ابن الشيخ حسن العطار. ايوه. دوختنا وراك يا شيخ. ايوه. أنا عبد النبي طه، مقرر أسرة شباب الإسلام. ايوه. أنت عارف يا أخ عماد إن انتخابات اتحاد الطلبة الأسبوع اللي جاي. ايوه. وإحنا بنكون الكوادر المهمة اللي هتكمل المسيرة بتاعتنا بعدنا إن شاء الله. ايوه. إحنا عاوزينك معانا. ايوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في أسرة شباب الإسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غل وشمع لي الفرن ده وهاتولي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا يا باشا، أنا المدير. أنا اللي مسؤول هنا. يا اخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكم فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله. اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا اتفضل مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قول له حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأموريه يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار، انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو، قاعدين لوحدنا.
قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمنيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص عبد الشهيد، هو عارفني. يا امينه اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض. خد لي الاتنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخويا انت وهو قدامي على الحجز. ما يلا يا حبيبي انت وهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي يجنن؟ ايه ده انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ مسيحيه، بس الموضوع هنا يا احمد يا عم مختلف. انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم عماد. ما كفايه بقى اخيرا انت وهو. ايه فرقه مزيكا؟ سرقتوا دماغنا، مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه، لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريبة يا مرقص، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومرقص، حضرة الظابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجة بسيطة. بعدين بقى هيك عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القرآن الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا مرقص. ايوه يا فندم. امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم، في امان الله. حسن ومرقص افراج.
فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبه عني فين كنت فين وانا فين جيت لي منين والايام دي كانت غايبه عني فين نظرة عين فايتة القلب وفي جرحين من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين كنت فين كنت فين كنت فين. انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها. والله يا مرقص يا اخويا قعدتنا احنا الاتنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي. لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن. ده كان كابوس. احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامة. قفلوا على الموضوع ده بقى. جرجس حبيب قلبي، ازيك يا راجل؟ عامل انت؟ وحشني جدا. شوف الموضوع ده. شوف ده مين؟ ده جرجس مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية؟ جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك. ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس. ازاي بس؟ هي كده عايزه تبقى جرجس بالعافيه. هي دي الاخرى فيها اتصال. اتفضل مع السلامه. هو جرجس. يلا بقى امشي. اتفضل امشي من هنا. حاجه عجيبه، ناس بقت غريبه. واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله لشبه واحد يعرفه يروح رايح جري عليه بالحضن والبوس وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي طول النهار ما يسيبوش. بتحصل كتير. انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله ب60 نيله. ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله. اقول له يا عم مش انا مش هو اللي انت عايزه. بولس حبيبي. بولس مين؟ انا مش بولس. انا مش اهو كنت لسه بقول له ازيك يا اخ بولس؟ انا مش بولس يا حضرتك. الله، مش هو الاخ بولس برضه؟ انا مخاصمه. مخاصمه ليه؟ ظروف بقى. ازيك يا اخ بولس؟ يا ابني قلت لك انا مش بولس. الله، انا مش بولس. هو بالعافيه انا مش بولس. مش بولس؟ هو بولس وباين التاني جرجس. لا 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 لا، ثلاثة بالله العلي العظيم، أنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني. شيخ حسن تعالى يا شيخ بلال حبيبي، تعالى في حضني يا شيخ بلال. حبيبي يا شيخ حسن. ازيك يا شيخ بلال؟ بقى اسمه كلام يا راجل، سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام. ازيك يا عماد؟ يا شيخ بلال. يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابو عماد؟ اهلا يا شيخ بلال. والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه، قلت اجي ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن، وهي بركات الحسين حاصله. انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده. على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان، وحشني قوي. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده اخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد. مرقص؟ ايوه مرقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا سبحان الله، شفت يا ابو اسلام؟ شفت الشيخ حسن كله بركه ازاي؟ خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا الحسين ويقرا فاتحه. شفت جبروته، شفت قوته. اهم جم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا، يعني متفقين. الشارع مولع وهم خارجين يسهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهدي يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ بتسأل بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم. اخلص، انت تجيب سيرة بنتي انا؟ نزل ايدك. دل على السلامة. الله يسلمك. شاكرين يا دكتور. الولد كان هيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة.
لولا ربنا بعت لنا الاستاذ مرقص وطلعت فصيله دم نفس الفصيله. يا مرقص يا اخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وهنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايده يا ماتيلدا، بعد اللي حصل ده ملناش عقد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص، ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعه بنته. وام مريم هتوحشني قوي، انا حبيتها زي ما تكون اختي شقيقتي بالظبط. جورج الجواهرجي وابنه هم السبب، هم اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ ماما ده هتوحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وتقي، عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيلته. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر ان قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. كلم اللواء مختار يشوف هنعمل ايه في الوقعه اللي احنا فيها دي. كلمته يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا حبيبي؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جانيت بنت ويليام شحات. فرجت يا عم حسن. كلمت عيل سمسار صاحبي، شاف شقه اول داير محرم باوضتين وصاله ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي ما لقيتلناش شقه؟ يا عم مرقص اقعدوا مع بعضكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانية. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي، وما دام احنا في اسكندريه انا عاملاها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم علامه مسجله. لا واحنا هنسكت لكم. انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش، في الباميه ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، مفيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كبانيوت. اعملوا كبانيوت. اعملوا كبانيوت بعد الملوخيه. كبانيوت.
بتضحكي على ايه؟ انت شفت حاجه؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كل ما بشوفه بموت على روحي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي. ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لا قرآن وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده يا بديع؟ هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سألتنيش. ده ايام العصر الجميل. هو نجيب الريحاني كان مسيحي؟ ايوه. ده يعني طول عمري مركز في مذاكرتي وفي صلاتي وفي علاقتي بربنا. عمري ما جرؤت اني اكلم واحده. انا كنت انت عايز تقول ايه يا عماد؟ قول. انا بحبك يا مريم، بحبك قوي. ايه اطمن؟ هو انت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك، اصل انا ما ينفعش اتجوزه. مع انه احسن مني ماديا. انت ما فيش حد في الدنيا دي كلها احسن منك. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زيك يا مريم. يا مريم في مصيبة، ده حرام. أنا اسمي فاطمة، أنا مسلمة. اسمع يا بولس، احنا لا يمكن نبات في البيت ده ليله واحده مع الناس دول. كل يا ماتيلدا. ما تاكلي يا زينب. مش قادرة، أنا خلاص مش طايقة أعيش في البيت ده. لازم تشوف لنا شقة تانية بسرعة. الناس دول احنا ما شفناش منهم أي حاجة وحشة. احنا عشنا مع بعض أجمل أيام حياتنا. قلبنا على بعض ليه؟ راحت فين المحبه اللي كانت جواكم؟ ايه اللي حصل؟ الاسامي اتغيرت تقوم القلوب كمان تتغير. احنا ملناش ذنب في اللي حصل، وهم كمان مالهمش ذنب. ذنبهم إنهم خبوا علينا وما قالولناش الحقيقة. احنا كمان خبينا عليهم وما قلناش برضو الحقيقة. فين الأمان؟ فين الأمان اللي موجود في البلد؟ إذا كنت أنا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي ولا على فلوسي، دول بيقولوا إن نسائنا وأموالنا غنيمة ليهم.
أيها المسلمون، إذا دخل عامل من عمال المسلمين بيتا من بيوت المسيحيين فماله منهم حرام ورزقه أيضا حرام. الحقيقة انهم بيكرهونا. انت لسه صغير ما تعرفش حاجة. لا يا ماما، انت اول مره ما تبقيش صح. الناس دول احنا حبيناهم وهم كمان حبونا. حبونا علشان كانوا فاكريننا مسلمين زيهم. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم، وهم عرفوا اننا مسلمين الوش التاني ظهر. اسكتي اسكتي بقى، عشان انا عارفه انت بتقولي كده ليه. كان يوم اسود يوم ما شفناهم. الرب قال: من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر، بس مش وانت ضعيف، وانت قوي. ولازم توريني انت ممكن ترد عليه. اكسر ايديه الاول وبعدين تديله خدك الايسر. لا تجعلوا اولادكم يصادقون اولادهم او يلعبون معهم او ياكلون معهم، فهذا حرام حرام حرام. اذا كان لك جار مسيحي وحل عليه عيده فمن الحرام ان تذهب اليه وتعيد عليه بعيد لا يعترف به ديننا. الابتسامة في وجوههم حرام، السلام عليهم حرام. كان يوم اخبر يوم ما عرفناهم. كان يوم ما طلعتلوش شمس. احنا لازم نمشي من البيت ده دلوقتي حالا. جرجس، روح هات عربيه ترجعنا مصر. انا هرجع بيتي في العباسيه ويجرى اللي يجرى. يلا. طب ما نستنى للصبح يا ماما. لا مفيش للصبح، دلوقتي حالا. روح هات لنا عربيه ننزل مصر واللي يحصل يحصل.
Ha ha ha!